نمبر 7 يريد الجمهور الهلالي البطولة السابعة، وليس أكبر من هذا التحفيز وليس أكبر من هذا التواجد إلا أن يقوم اللاعبون في أرض الملعب مهما كان المدربين، مهما كانت الإمكانيات بالنسبة للاعبين، حتى وإن اختلفت الأجيال، ولكن الأداء هو من سيكون في أرض الملعب. والشقيق بني ياسر الإماراتي يأتي أيضا بآمال التحقيق وبآمال أيضا أن تكون الأندية الإماراتية لها تواجد في الدور ربع النهائي. وبين هذا وذاك سنشاهد بإذن الله بقيادة خليجية خالصة بتواجد نواف شكر الله الحكم البحريني في قيادة هذه المباراة فنيا. الدخول للاعبين في أرض الملعب، التواجد الجماهيري الكبير، رائع رائع هذا التواجد الكبير، وهذا المنظر الرائع الذي نشاهده أيضا، والدعم الذي نشاهده ليس دعما شرفيا، ليس دعما إداريا لأنه موجود ومحقق دائما في الهلال، ولكنه دعما كبيرا يتواجد به هذا النادي بتواجد العاشقين الذين يتابعون ويتواجدوا. طبعا في المملكة العربية السعودية الاختبارات النهائية للطلبة ستكون يوم السبت القادم، وبالتالي هناك فرصة في هذه الليلة في هذا اليوم على شكل هذا الحضور وبهذا التواجد الكبير. إذن يو بيونغ سو وحيدا في الهجوم الهلالي، ولكن خلفه نواف العابد، خلفه عادل هرماش، خلفه أحمد الفريدي وكريستيان هامسن الذين عليهم أيضا المسؤولية الكبيرة لصناعة الأهداف. وهذه التشكيلة الهلالية تظهر أمامنا على الشاشة، وهي طبعا تحت القيادة الفنية للسيد إيفان هاشيك المدرب التشيكي، المدرب الذي يعني يعتبر من أكثر من كان حوله الكلام وسكت الكلام حقيقة في وسط ما كان حوله الكلام حول بقائه من غيابه من غيره. هو يتواجد، هو يقدم مع الهلال، قدم فريقا ممتازا وكرة جميلة في نهاية المباريات كانت في المجموعات أمام الغرافة. فريق بنياس والذي يدربه هذا الرجل الرشيق حقيقة، المحافظ ما شاء الله، بالرغم يعني من وصوله في آخر الأربعينات جابرييل كالديرون، ولكن هذا الأرجنتيني يحافظ على لياقته، يحافظ على جسمه، يحافظ على تواجده، حتى الشعر حتى وإن كان غير موجود شوية، لكن هذا الرجل يتواجد بهذا الشكل، وبتواجد محمد الحمادي في حراسة المرمى، تامر محمد، إسماعيل بوزيد، يوسف جابر ومحمد جابر في خط الدفاع، محمد فوزي ونواف مبارك، سلطان الجفري مع فوزي بشير في خط المنتصف، وفي الهجوم العاجي أندري سينغهور، وهي طبعا التشكيله للمدرب الارجنتيني جابرييل كالديرون. التشكيله الاحتياطيه للفريقين هناك عبد الله الزوري، محمد القرني، يوسف العربي، عيسى الحياني، حسن خيرات، عبد الله السديري، سالم الدوسري في التشكيله الهلاليه، بينما في تشكيله بنياس حبوش صالح وفريد الحمادي، صالح المنهالي، ابراهيم جابر، فرانسيسكو يست، وابراهيم سعيد، ومحمد غلول. اذا البحريني نواف شكر الله هو الدولي البحريني صاحب القيادة التحكيمية في المباراة اليوم. مساعد الحكم الأول السيد ياسر خليل، الحكم المساعد الثاني طبعا ياسر خليل من البحرين، الحكم المساعد الثاني السيد ياسر مراد من الكويت، والحكم الرابع السيد يعقوب عبد الباقي من سلطنة عمان. من قيم الحكام